لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حرم لواني 974 لوانا كاين تفسير القرآن في رزمي وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهي وادان بإوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بلخوش بسناو كلواني رابرز لخزمة دوات بيروزة داوين كرب العالمين فرمان با پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم كواراي بقيني وأذان من الله ورسوله كواتراقان دنيق لدان الله تعالى ولدان پیغمبر كيو صلى الله عليه وسلم لبو همو خلشي بقشتي لروجي يوم الحج الأكبر كوا روجي يكمي زجن قربان يوم النحر لو كاتك وخلق لا موسمي حزدان لوين دري أو إعلان راب جندري بويكا أن الله بريء من المشركين ورسوله بويكا الله تعالى وبيغمبرك صلى الله عليه وسلم تبراد كان لهمو عهد بيمانك ولقى المشركين كلا فإن تبتم فهو خير لكم أجر توبي بكن أوات ساكتر لبوتان وكو لا تفسير قاسمي دلي فإن تبتم فهو خير لكم أجر توبي بكن أجر واز لكفر بينا أوات ساكتر لبخوتان وإن توليتم أي عن الإيمان أجر بشتان لإيمان هنان كرد وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم إتر أجر بشتان تيكل لإيمان هنان وبردوان بون لسر قمراي وشرككي خوتان فاعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين أخذه وعقابه بزانا أجر توبينك نبردوان لسر شرككي خوتان بزان كوا لدى صلاة الله تعالى درنا سن دي بترسين لا عقاب وسزاي خواي قورا وكل تفسير سعيد الله أي غير فائتين بزان كوا لبردستي در الناس بل أنتم في قبضته بلكو لجرد صلاة الله تعالى قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين الله تعالى بتوانايا كوا بند إيمان داركاني لسرتان مسلط بكا وبشر الذين كفروا مجدد بوكسان كوا كافر شيء وكل قاسم أي جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم أو كافراني كوا پیغمبراتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إنكار دكنوا وهروها فرمانكاني پروردگاريان جيب زيناكن مجدان بيبدا بعذاب أليم ديار مجددان لبوشتي خوش بلام كرد دفن مبشر الذين كفروا بعذاب أليم لبو زياتر بابلين التحكم بهم واتا زياتر سركون كردنيانو وهروها بكم زانينيانا بعذاب أليم أي موجع يحل بهم كواتا بعذابك مجدان بيدا كوا عذابك إيش آزاري تيدا كوكوة ما فيه من التحكم والتهديد ما فيه أو عبارة براستي قال تبي كردنو وهلوا هرش كردني تيدا كي لا يظن أن عذاب الدنيا لو فات وزال خلصوا من العذاب باواتينقن أجر بيتو لعذابي دنيا نزات ينبو أجر لعذابي دنيا نيان جيشتي أو تواو نزات ينبو لعذاب بقشتي بل العذاب معد لهم يوم القيامة
بەڵکو لە ڕۆژی قیامەت لە بۆیان ئامادەکرا. وەکو لە تەفسیری سعدی دەڵێ بعذاب أليم مؤلم في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء. مجدیان پێ بدە بە کەسانێکی کافر بە عەزابێک بە ئێش و ئازار دەفەرمی لە دنیا و لە قیامەت. لە دنیادا بۆی کەوا معڕەزن بگیرێن و یاخود شار بەدەر بکرێن و یاخود بکوژرێن. وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. ولا آخرتش بآجر وخرابترين زيجات صاروانيان دكا. وكو أبي حيان ضلي وبشر الذين كفروا بعذاب أليم دفرمي جعل الإنذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم. راسي وكو قال تيك بيان دكريتن كوا خوي جورا باز لبشارة دكا مجد بيدان أو زاد فرمي بتسي بعذابش بيش وآزار دفرمي إنذار براستي بشيوي كوا براسي قال تبيكرني تدايبوان. وفي هذا وعيد عظيم بما يحل بهم. راستي وش حرشيشي زور قورية ويكواتسيهم بسردي. باشا وكل تفسير قاسمي دل ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل لمن له عهد مطلق ب4 أشهر. كواتا خواهي سبحانه وتعالى استثناء كركسانيك لو كوالا بيشوتر كبعان فرمي فسيحوا في الأرض 4 أشهر. دفرمي هندش لاستثناء كردن أواني كوا عهد بيمانيان هي بخوان بتسار مانك من له عهد مؤقت بتأجيله إلى مدته المضروبة. كواتا أواني بيشوتر كخواهي قولوا فرمي فسيحوا في الأرض 4 أشهر تسار مانك فرصة بيان دا كسانش لاستثناء كرد أوانا تشينا أواني عهدي مؤقتيان هي عهدي توقيت وقت دياري كراوي هي حتى كاتكي خويدي خواهي قول سبحانه وتعالى دفن مقر أوان پابند بون أنقوش پابند بن عهد كان مشتينن. وكو دفرمي إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا أوان كوا عهد بيمانتان لقريان هي المشركة كان ثم لم ينقصوكم شيئا. باشان أوان بهيت شيويك نقصانيا نبو لزيب ذكرني عهد بيمانك ولم يظاهروا عليكم أحدا. يعني متيهيز دجمني شيان ندى لدجينجو فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أوانا عهد بيمان كيان بقي نسر حتى مدة كي خوي توادبي بيقومان إن الله يحب المتقين. بيقومان الله تعالى كساني متقي أواني كوا عهد بيمان دا باريزن خوش يعني دي ولا إيمان داران. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. وكل تفسير قاسم أي من شروط الميثاق هيج شتيشيان نقصاني نبولا بابنبون بعدو بيمان كان لو مرزانك وعدو بيمان تان سربستا فلم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروكم فقط. بهيج شيء كسيان لنقو نكشتي وهيج زراريشيان لنقو ندايا. وكو أبو سعود دلي ثم لم يقصوكم شيئا بشيويش كشخين درايتوا أي لم ينقضوكم شيئا أي لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. كواتا بوشيوش خين درايتوا واتا هيز عهد بيمان كان هل نوشان دوا. ثم لم ينقصوكم شيئا ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة. كواتا إلى الذين عاهدتم من المشركين أو مشركان كعهد بيمانتنا لقلبسنا ثم واتا لدواي أوش بالدوام بون لسر عهد بيمان كان هيت نقصانيان نبو ياخذ وكو قراءتك هيسيان هل نوشان دوا. ولم يظاهروا أي لم يعاونوا عليكم أحدا أي عدو من أعدائكم. هيز دجمنيك يعني متهيز دجمنيك يعني ندى لدجينجو فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وكل تفسير سعيد الله فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت. كواتا أوانك أو عهد بيمان مؤقت دياري كراوان هي بردوامش لسر عهد بيمان كان ناش كان ديال نقصانية تدا نكرد أو عهد بيمان كان بقي النسر حتى أو مديك وعهد بيمان تنقلنا هنا أو إذا كم ينزور وتمدك كم بينزور بو لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. يقول فعلا الإسلام بهالشيء خيانتي تيدانية كواتا بهالشيء شوان كوتواني هالنادى لبو خيانة بلكو ببيت سوانوا وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي ولا تخن من خانك أو خيانتش لقل كتبنا في خيانة لقلبكي وإنما يأمر بالوفاء. فيوستا مسلمان كوا
انتساب لە بەو دینەیە پێویستە پابەند بی بە وەفا واتە عەهد و پەیمان بگەینیتە سەر. ثم حرض تعالى على الوفاء بذلك باشان رب العالمين سان زياتر إيمان داران هانددا كبابن بن بعد بيمان منبها على أنه من باب التقوى بوي أقدار مكا كبابن بون بعهد بيمان صفتك لصفات متقي لو يدفرم إن الله يحب المتقين أي فاتقوا في ذلك لبروي الله تعالى كسانش متقي خوش دي خوتان بپارێزن لە شکاندنی عهد و پەیمان تاوەکو لەو متەقیانە بن کە الله تعالى خۆشتان دێ وەکو لە تەفسیر سعدیش دەڵێ ئین الله يحب المتقين أي الذين أدوا ما أمروا به ئەوانەی کەوا ئەو فەرمانانەیان کە پێکرا لەلایەن پەروەردگاریان ئەدایان کرد و گەیاندیانە جێ واتقوا الشرك والخيانة و هەروە خۆیان پاراست لە هەموو شرکێک و لە هەموو جۆرەکان شرک وهو لخيانة كردن لعهد بيمان وغير ذلك من المعاصي ولا غير أوش لهر معصيتك خويا باراس أو أنا براس متقين وخوي يورش خوش عنده وكل تفسير محرر ضليل علق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه سبحانه للمتقين وتخوي جور وايكر لو آتك وبابنبون بعهد بيمان علاقة بتقواها كسش كتقواها بخوي جور خوش ده فجعل هذا الوفاء عبادة لله تعالى وتقوى يحبها من أهلها كواتا بابنبون بعد بيمان لقل كافران براستي أو بعوني صفتك لصفة التقوى أو صفتك وخواي قور خوشي دويتا وكل أضواء البيان جلي يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية كواتا لمفهوم مخالفة واتا تيلة تذقين أن المشركين إن نقضوا العهد جاز قتالهم فاتدفرمي حتى وان بابن بن بعد بيماني خويان أنقوش بابن بن لبوان تواكن عهد بيمانك كوات مفهوم مخالفة أوي كوا أجر وان عهد بيماني أشكان جائزة أنقوش قتاليان لقلبكن ونظير ذلك إذا قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم هل همان صورة لآية حفظ فرمي حتى أوان بابن بون بعد بيمانيان أنقوش بابن بن بعد بيمانتان وهذا المفهوم في الآيتين كواتا لو اندرش أين أو مفهوم اللي وردجيره صرح به جل وعلا في قوله كواتا لو دو آتي أو يستعمل خزمة الدان وهو الآتي جمال حفظ ما استقام لكم فاستقيموا لهم أو وردجيره أجر أوان مفهوم مخالفة واتان أجر أوان شكانديان أنقوش جائزة قتاليان لقلبكن دفرمي هل همان صورة لآتي جمال دوازده خواهي قوله تصريح بيدك دفرمي وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم أجر عهد بيمانيان شكان لدوايك عهد بيمانيان دابو طعنان لدين قوده فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قتاليا لقلبو كان بتابت لقل أئمة الكفر لقل سركرده كان كفر لبريوان عهد بيمان نا باريزا بلكو بتماي ويكوا وازبينا وكل تفسير منارج ضلاء الآيات تدل على أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته كواتو آتي بيشتري كخواي قول بعام فرموي عهد بيمان مشركين شكاو عهد بيمان ما نما لقليان بعد سار مانجا بصورين ولدواء وتسار مانجا أوان معرضا لبوه همو قتالك ولقليان بكري بلام دفرمي أو لبو أو مشركان كوا عهد بيماني مطلق ينهبو ياخذ عهد بيماني ينهبو أو بتسار ماك تحديد كري بلام أواني كوا عهد بيماني ينهبو أو عهد بيمانش مؤقت بو وقت دياري بو أو لو حالته بيست بابند بي بو وقتي كوا دياري كري حتى أوان نيشتينن وأن شرط وجوب وفاء به علينا محافظة العدو المعاهد لنا عليه بحذافيره كواتا أو عهدي كوا دياري كراو بمديتي دياري كراو لبين مشركين لبين إيمان داران بيست إيمان داران بي بابند بن بلام شرط مرجي بابند بون بو عهد بيمان أويا كوا بالمقابل مشرك كان بابند بن بالتواوتي بمرزكاني من نص القول وفحواه بهمو الشيويك لنص اتفاقيكي وهو ناوروش اتفاقيكي وان بيبا منبن فإن نقض شيئا من شروط العهد وأخل بغرض ما من أغراضه طالما مشرك كان
هەر شتێکیان هەڵوەشاندەوە لە مەرجەکانی عهد و پەیمانەکە هەر کەم و کورتێکیان نوان عد ناقضا له ولو حالتي معناه همو عهد و پەیمانەکەیشکان لو دفرمي ثم لم ينقضوكم شيئا ولفظ الشيء عم الألفاظ وهو نكرة في سياق النفي فيصدق بأدنى إخلال بالعهد كواتا ثم لم ينقضوكم شيئا كواتا وعبارة سيري وردجري كواتا هر مرجيك لمرجكان يانشكان هل يان وشاندو أو همو عهد بيمانك هل دوشيتو لو حالتش جائزة قتاليا لقلبكن بلام حتى وان بابن بن انقوش بابن بن سكو بابن بن بعهد بيمان لصفة تقوى وصفة تقوى شخواي قولا أهلي تقوى خوش دوي خواي قول لو كسان ما مجيري كوا أهلي تقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.